طالب كليه علوم الغلبان، في شويه قرارات جايه يمكن تفرحك. ركز معايا في الكلمتين دول. عمر احمد بيقول لك ايه؟ في مقترح جميل ان يقللوا عدد الساعات بتاعه الكليه. الكلام ده هيغير ايه؟ مواد بشكل اقل، هيركزوا تفصيلا عن المعلومات اللي هي ما فيهاش رغي كتير، ضغط معلومات بشكل مختصر، لان الكليه دي الصراحه من اصعب الكليات اللي تخشها في حياتك. طالب علوم ده الله يكون في عونه حرفيا. عايزين يخلوا عدد الساعات من 120 ل 124 ساعه على حسب الجامعه برضه. طيب المقترح ده في حد مشي بيه فعلا؟ في جامعات مشيت بالمقترح ده، بس هتبقى على الدفعات الجديده مش الدفعات الحاليه. يعني النظام ده هيتطبق على الناس اللي لسه داخله مش اللي شغالين دلوقتي، عشان ما يحصلش عك. عارف ان كلامي هيفرح ناس ويزعل ناس تانية والله، بس انا مبسوط بالتعديلات اللي هتحصل دي، لان الكليه دي ما كنتش عارف اجيبها من فين ولا من فين الصراحه. مجالها واسع وكبير جدا واقسامها كتيره جدا، ما بقتش عارف الم انهي كورسات من انهي ناحيه. فادينا لسه بنشوف، وان شاء الله يبقى التعديلات كويسه وفي صالحكم. بس انت كده من وجهة نظرك تتوقع ان ده كفايه بالنسبه للحوارات اللي بتحصل في كليه علوم، ولا المفروض يعملوا حاجه تاني؟ هبص على كل الكومنتات بتاعتكم واكتب لي الحاجه اللي انت محتاجها، واكتر كومنت بيتكرر عندي بعمل فيديو كامل عليه. كل يوم معلومه في حياتك العلميه والعمليه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.